عدنا والعود أحمد. وأنا أول مرة بحكي لك على هالقناة إنه هالجملة بتضحكني صح؟ واليوم باستمرارنا بتحليل شخصيات حارة الضبع رح نيجي لشخصية أنا بحياتي من لما كنت صغير ما عرفت أحدد موقفي منها، بحياتي ما عرفت أحدد أهميتها الاستراتيجية والدبلوماسية بحارة الضبع. بني آدم دائما بحسه بيعتمد على الخرافات وعلى الأساطير بطريقة إدارته. وأنا هون حكي عن المغدور عمار الضبع الملقب بالزعيم أبو صالح. الله حي أبو صالح الزعيم، شرف عمي. أهلين حكيم. وشوف هاي الحلقة محتاجة تفتيح ذهني كثير منك، أنا بعرف إنه الدنيا شوب وبعرف إنه أنت قاعد على التخت على بطنك وعم تتفرج علي ومال آخر ملل، بس عن جد لا، أنا محتاج كثير إنك تفتح ذهنك لتفهم شلون الزعيم أبو صالح كان داير حارة الضبع. الزعيم أبو صالح كل اعتماده بإدارته لحارة الضبع وبزعامته كان معتمد على الخرافات، كان معتمد على الأساطير. هو بالنسبة لي بني آدم خرافة. يعني أنا حاليا إذا بسألك هل الزعيم أبو صالح هو مهم بحارة الضبع، بتحكي لي أكيد. شو عم تحكي أنت؟ أكيد مهم، هو الزعيم تبع الحارة كلياتها، هو أهم واحد بالحارة كلها. بس إذا بحكي لك هو بشو مهم بالضبط، بتحكي لي والله ما بعرفش. إن شاء الله ما تواخذوا، ستبقوا. بيتعلم أبو عصام بيتعلم. واذا بدك تتعلم من الزعيم الزعامه عن حقه حقيقي، وانه شلون انت توهم العالم انه انت فعلا زعيم لحاره الضبع، اول شيء لازم تشتغل عليه هو هيبتك. الهيبه هي الشيء الوحيد اللي بتميز فيه ابو صالح على فكره، وهو الشيء الوحيد اللي بينقص ابو عصام لما صار زعيم. لهيك ابو عصام ما حدا قامه من ارضه. نلعب برا نلعب. عم تقلقني يا بجودة. وهيبة الزعيم أبو صالح اللي بتساعده بإيهام البشر بتتمحور دائما من وجهة نظري حوالين 3 أمور رئيسية. الأولى هي عكازته على فكرة. رح تحكي لي شو هالسخافة؟ مو كل الناس بتحمل عكازات عادي جدا، بس لا أبدا. إذا أنت بتركز فيها شوي وفعلا تتمعن بالموضوع بتلاحظ إنه أي حدا أنت بتشوفه بالحياة ماسك عكازة أنت بتحترمه لا إراديا. وركز معي، لما تمسك عكازة إياك إنك تتعكز عليها، إذا تعكزت عليها بتروح هيبتك. هاي التفاصيل الدقيقة ركز لي عليها جدا. بدي إياك تمشي مثل الزعيم أبو صالح وهي العكازة عم تتعكز عليك عادي جدا، وأنت حامل العكازة كأنها اكسسوار. وهون كمان بنقارنه بابو عصام. ابو عصام لما صار زعيم ما حمل عكازه، لهيك لا اني ولا انت شلناه من ارضه. والشيء الثاني اللي بيعتمد عليه الزعيم بهيبته غير العكازه هو صوته. وصوته بصراحه ما فيني احكي لك ان انت تتعلمه، لانه هو شيء رباني. صوته كان مميز لدرجه انه هو حتى اذا بيحكي لك نكته وبيخمس معك انت ما بتخمس معه، بتحكي له والله اللي عم تحكيه كلياته حكم واللي عم تحكيه كلياته درر. والشيء الثالث اللي عند الزعيم هو قله الكلام. خذها قاعده دائما بحياتك، كل ما قللت كلامك كل ما زادت هيبتك اكثر. مع انه هو الموضوع مش مرتبط كثير بالهيبه على فكره، يمكن تكون واحد بيعرفش يحكي، يمكن تكون واحد اذا حكيت بتخبص الدنيا مثل ابو قاسم. بس لا، لما العالم تشوف كلامك قليل بتفرغ خلص بالعقل الباطني انت بتحب تعتبرك هيبه. ولهيك كمان ما حدا فيني بيحترم ابو عصام، لانه بيحكي على الطالع وعلى النازله وشيء بطعمه وشيء بلا طعمه. يعني تخيل زعيم طول نهاره بيحكي يخرب بيتك من حالك، مش جمله زعيم، مش جمله زعامه هاي. وانا دائما مني وعلي بصراحه بحب اشبه الزعيم ابو صالح بحاره الضبع بالمستر جدي كارلو انشيلوتي بريال مدريد. انت تحضر قدم بتلاحظ انهم اول شيء فيهم حاجب من بعض. وكمان وجه التشابه الثاني بينهم انه الزعيم تحسه فعلا مثل كارلو انشيلوتي، داير غرفه ملابس حاره الضبع، مخلي العالم كلها تحب بعضها، مخلي العالم تحب ابو ابراهيم. انت متخيل لاي درجه؟ مخلي ابو شهاب ما يتمنفخ كثير، مخلي ابو قاسم ما يخبص. تخيل لاي درجه وصل معه الموضوع. شلون بيعمل هالشيء انت ما بتعرف، بس بتحسه جدك، بتحسه لام العالم كلها حواليه. نحن بحارتنا ما في مشاكل، وان كان صار ولسبد نحن منداويها. يعني شوف على سبيل المثال لما مات الزعيم ابو صالح وراحت الزعامه للاولاد ابو عصام وابو شهاب، الحاره خربت، الحاره انقسمت نصين وتكاتلوا وتذابحوا مشان شو؟ مشان طلاق سعاد. يعني انا متاكد لو الزعيم كان موجود على طلاق سعاد كان ما صار الموضوع كلياته، ولا ابو عصام نام بالدكانه، ولا ابو شهاب، ولا ابو قاسم راح خبص، ولا شيء. كان الزعيم حلها بقعده وديه هيك بينهم بين بعض بالمظافه. يا رجل حتى ابو عصام لما طلق سعاد الطلقه الاولى لما كان الزعيم عايش عرف يرجعها بنفس ليلتها، مع انه الزعيم ما تدخل بالموضوع، بس الامور سلكت سبحان الله، بس لانه الزعيم موجود. مثل ما حكيت لك جدك اللي انت مش عارفان شو الفائده المباشره منه، بس هو مفيد فعلا. وانا ليش عم بحكي لك انه زعامته لحاره الضبع هي خرافه؟ لانه فعليا هو ما عمل اي شيء مفيد لحاره الضبع، ما حل اي مشكله كبيره بحاره الضبع. بالعكس كل ما تصير مشكله كبيره بالحاره بيلم لها العضوات وبيشفط منهم مصاري، بس بيشفط منهم مصاري على الرايحه والجايه. والمشكله الاكبر عندي اياها مع الزعيم انه هو ما بيحكي لهم دائما ليش بده هاي المصاري، لا هو بس بيشفط. يعني على سبيل المثال لما كان بده مصاري يعطيه لابو حسن، ما قال للعضوات انه هو بده مصاري مشان يعطيه لثوار الغوطه، لا حكى لهم انه انا بدي الم المصاري مشان اعطيه لحاره مهدوده. والشيء ما بصير على فكره. يعني اول واحد لم تبرعات وسرقهم بالتاريخ كلياته هو الزعيم ابو صالح. بدك تلم تبرعات من الناس لازم تكون صادق مع الناس، انت ليش عم بتلم هاي التبرعات؟ لا تعمل لي فيها حركاتك. بقى يلي معه بيقدر بيدفع هلا،
ويلي ما معه بس يصير معه بهاليومين بيدفع لأبو شهاب. وأنا بعرف بشو الزعيم موهمك، الزعيم موهمك إنه هو بتغمض له جفن إذا في حدا عم بتوجع بحارة الضبع، إنه هو دائما داير باله على الحارة، إنه هو ما بينام الليل ودائما أنت شايفه فايق، دائما بيروح بيطلطل على أبو ماجد بالليل وبيروح بيطلطل على عبده بالليل وبيضل يتمشى بشوارع الحارة، ومستحيل يغمض له جفن. بس بالنهاية أنت شو استفدت من كل هالتفتيلات ومن كل هالطلطلات هاي اللي بتعملها؟ شو استفدت؟ هاي ما هو عمك أبو معروف ال11 راح سرق ذهبات أبو إبراهيم وقتل أبو سمعه، شو طلع من أمره هالزعيم؟ روق يا ابو ابراهيم، روق لحتى نفهم شو القصه. مثل ما حكيت لك بالمشاكل الكبيره بتكتشف انه هو وهم كبير لا اكثر. عمك ابو معروف ال11 سرق الذهبات وقتل ابو سمعه وترك مشايته ببيت ابو ابراهيم، وابو ابراهيم راح عطى مشايته للزعيم. خلص يا زعيم، شو بدك اكثر من هيك دليل يا زعيم؟ الكاتب مخلي لك ال11 عنده اصبع سادس مشان انت كزعيم تكشفه. ما عرف يحشكه لابو معروف. انا معك انه ال11 بصراحه بجح كان الله يرحمه زياده عن اللزوم، بس مش لهالدرجه يا زعيم. خلص الموضوع واضح قدامك. الزعيم مثل ابو نادر بيضيع ضايع، كان ناقص ال11 يحط له اتبع السهم يا ابو صالح. سيدي الله يسامحه، خوش ابراهيم مثل اخي وانا ما حاخذ على خاطري منه بنوب. صح، وقف شوي، بعرف انه انا فصلتك، بس اشترك بالقناه، دخيل عينك اشترك بالقناه مشان نوصل ل 30,000. ليش بتتفرج دون ما تشترك بالقناه؟ ابسطني يا ابن الحلال شوي. تابعني على حساباتي الانستغرام من هون. بس لا راح تحكي لي الزعيم بالاخر تدخل، شو عمل؟ شفط مصاري من العضوات وراح عطاهن لابو ابراهيم، تعرف لانه ابو ابراهيم ناقصه مصاري. عمك ابو النار متهور على سبيل المثال، طول نهاره فايض طالع حاره الضبع، سكر وعربده وفوت له ابو ساطور وخلى البيت ملحمه وذبحوا خواريف فيه وفوت عليه ابو ضراع، وطول نهارهم كانوا يقدحوا مواويل وطول نهارهم كانوا يسكروا. الزعيم ما يعرفش يعمل شيء. لا طول بالك، شو الزعيم عمل؟ بعث له عبده ومعتز وخاطر يعملوا له كتله لابو النار وهو سكران وبدون ما يبينوا له هم مين. طب هاي حركات الغدر ليش مش حلوه بحقك على فكره كزعيم؟ أنا بدي أبو النار ياكل قتلة حشك ولبك، بس ما بدي يعرف مين وراها. راح تحكي لي لا هو قلعه بالاخر من الحاره. بعد شو؟ بعد ما عمك ابو معروف ال11 عمل الخطه تبعيته وفوت العالم كلها ببعضها، فالزعيم انحكر انه هو يقلع ابو النار. لا وبعد المشكله كمان ال11 ضاك عليك انه هو عم بيدافع عن اولاد حارته وكذا، وانت رحت بعثت له شاي وبعثت له سكر على بيته، انه والله قدع ال11 ما قصر. انت متخيل لاي درجه الزعيم مضحكه؟ بدي اياك ترجع على الحارة تسكن فيها وغصبا عنك، ها؟ فحاليا انت ربط صح، ربط انه وجود الزعيم ابو صالح هو مهم، بس انت مالك عرفان تحدد بالضبط شو هي اهميته. وهون راح اعطيك اثباتات انه فعلا كل ما يغيب الزعيم ابو صالح عن حاره الضبع بتخرب. يعني العركه هاي اللي عم بحكي لك عنها تبعت ال11 وابو شهاب ضد ابو ساطور وابو النار، والدعكه هاي اللي كلها اللي صارت بحاره الضبع، امتى صارت تحديدا؟ صارت بس الزعيم لاول مره كان برا حاره الضبع. سكروا باب الحاره يا رجال. المرة الثانية اللي طلع فيها الزعيم من حارة الضبع امتى؟ لما سلم ابو عصام الزعامة، حكى له دخيل عينك بس استلم لي الحارة يومين، لا تكثر كثير. راح ابو عصام هو وابو حاتم وكل رجال حارة الضبع راحوا على بيت ابو ديبو، فات ابو النار وابو معروف ال11 يفتحوا كل دكاكين الحارة. تخيل انت بس غاب الزعيم ليلة واحدة دكاكين حارة الضبع كلها كانت راح تنسرق. كل الدكاكين مفتوحة وما في حدا. أنا عم بحلم يا أبو شهاب، عم بحلم واللي شايفه مزبوط. مع انه هذول الشغلتين اللي عم بحكي لك عنهم كان ممكن يصير انه هو الزعيم موجود بالحاره عادي جدا. يعني كان ممكن ابو ساطور يوقف بنص الساحه ويتحدى ابو شهاب وهو الزعيم موجود، ما كان ابو ساطور رح يستحي. كان ممكن ال11 وابو النار يفوتوا يفتحوا كل دكاكين الحاره وهو الزعيم موجود بالحاره كمان طبيعي جدا. بس سبحان الله هو بس يغيب بتخرب الحاره. والزعيم بيتصف بصفه انه هو حاسه الشك عنده اياها مفقوده تماما. يعني ابو شهاب من اول المسلسل هو يحكي له يا زعيم في جاسوس عندنا بالحاره، وهو يحكي له لا. لك يا زعيم اسمع مني بس. لا مستحيل يا زعيم، انا متاكد من الموضوع. لا شيل لي هالموضوع من راسك تماما. صدفة، مثل ما عم بقول لك صدفة. شو هالصدفة زعيم؟ ابو شهاب من اول الجزء وهو يحكي له يا زعيم اني مش مرتاح للصيف، يا زعيم اني شاك بالصيف، هو اذن من طين واذن من عجين، ولا شيل لي الموضوع من راسك واترك المسكين. لا انا بعرف شو عم بقول لك. بعدين ما لقيت اللي الا هذا الصيف المسكين الاعمى اللي على البركه لحتى تشك فيه. وحتى لما كشف الصيف بعد موت ابو سمير الحمصاني راح تحكي لي يا اخي لا الزعيم داهيه ما في منه انه هو كشف الصيف. من وين لوين داهيه؟ انت بدك بس شغله هيك تتسحب منها وتمدح لي الحس البوليسي تبع ابو صالح؟ ما هو مدرسه من الشباك لقى عكازته بدونه، فالموضوع مبين. يعني الموضوع لا يحتمل اي مجال من الشك. خلص واحد اعمى طالع بنص الليل بدون عكازته معناه هو اللي قتل ابو سمير الحمصاني. يا زعيم مش ضروري تظل تشك بالموضوع اسبوعين. يا زعيم مش ضروري تدق على صدرك قدام كل عضوات عارة الضبع وتحكي لهم وعهدا علي امام الله انه اسلمكم لقتل ابو سمير الخميس الجاي. من هون ليوم الخميس راح اسلمكم
يكون اللي قتلوا لأبو سمير. ويحك يا زعيم، لما التشويق اذا؟ ليش السسبنسات كلياته؟ ليش بدك تاجل العضوات كلياتهم للخميس لتكشف لهم مين قتل ابو سمير؟ ويا اخي والله العظيم حتى لو انت شاك اني معك، احكي لهم انت بمين شاك، يعني عادي احكي لهم والله اني شاك بالصيف، مشان لما تنقتل يعرفوا انه الصيف هو اللي قتلك. وبعدين لما تشك بالصيف عدم المؤاخذه انه هو اللي قتل ابو سمير، يا ريت تقلعه من قدام المظافه، لا تخليه يسمعك وانت عم تتوعد له، لانه بديهي انه هو راح يقتلك. وبنيجي اخيرا لموضوع كتله الزعيم. شوف يعني انا والله بحترم الزعيم، بس يا جماعه نحكيها بصراحه، ولد صف خامس ما بينقتل كان بهاي الطريقه. انت كزلمه عمرك 70 80 سنه عيب تنقتل كنت بهاي الطريقه، يعني بعد الخبرات كلها اللي جمعتها بحياتك، بعد التجارب اللي مريت فيها بحياتك، يجي بالاخر فضولك هو اللي يقتلك مش الصيف. انا بالنسبه لي قاتل الزعيم هو فضوله بحد ذاته، انه الصيف يزت لك غطى الخنجر تيجي انت تطمن وتجيبه ليش؟ يعني هاي الحركه من ايام ما كنا ابتدائي نحن بالصف الخامس كنا نعملها بالحواري. شلون انت مرقت عليك انه غطى خنجر يجي قدامك عم ينزت تيجي تجيبه؟ ما هي مبينه في واحد راح يقدرك من ورا، مش لعبان كاونتر بحياتك، مش رايح وجايب IGI بحياتك. شوفي مشان الله والله العظيم تخيل تكون زعيم، اضرب واطرح وارجع قسم واجمع، تنقتل بهاي الطريقه، تنقتل بطعم، الصيف زت لك طعم وانت ركضت وراه. شاكك فيك يا واطي. وبعدين في شغله تستفزني كثير بصراحه بحاره الضبع، هو التطبيل بطعمه وبلا طعمه للزعيم. يعني معلش انا بعرف انه التملق احيانا بفيدك انت كمواطن، بفيدك كمواطن بحاره الضبع، بس ابو عصام تطبيل للزعيم جد اوفر لدرجه انت تخليك تحس انه لا خلاص بلا تملق، خلاص بلا تلحيس. قال الزعيم شاف ابو ماجد سخنان راح بذات نفسه دق على ابو عصام وناداه مشان يروح يداوي ابو ماجد. الموضوع عادي جدا على فكره، انت حاليا شفت واحد مرضان بالشارع بتروح نادي له دكتور، مش محتاج تزله لابو ماجد وتحكي له والله انت ما عرفت الزعيم شو عمل مشانك، اجى لعندي ودق الباب بذاته وناداني مشان اداويك. الموضوع عادي، انت اللي زياده بتنفخ المواضيع. لو تعرف يا ابو ماجد شو ساوى الزعيم مشانك، اجى لعند مني خص نزات نفسه على البيت وشحطني شحط لهون بس مشان يطمن عليه. ابو عصام رايح يقطع رجل واحد فاخذ معه الزعيم، قال هم راجعين ابو عصام شو بيحكي له؟ والله كبير انت يا زعيم، لو تشوف لاي درجه الزلمه شافها حلوه منك انه انت حاضر على قطعه رجله. لا ابدا، الزلمه عم تنقطع رجله هو مش هامه مين في فوقه، الزعيم، الزبال، ابو النار، ابو شاب، الإدعشري، فعلا هو مش هامه، بس انت مأفور زياده عن اللزوم. بتحس سبحان الله جينات التملق عندنا اياها كشعب موجوده من التاريخ مش من اليوم. حتى ابو خير يقوت له قلبه. كبير والله انت يا زعيمي والله. ومعلش انا ما بدي افتح السيره بصراحه، بس لازم اتطرق لها. شو قصه مرت الحارس ابو سمعه؟ القصه نحكي اللي لنا واللي علينا، فايحه ريحتها بكل السوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا عم تحكي عن علاقه يعني بين الزعيم وبين مرت الحارس ابو سمعه، الله يستر علينا، ما راح نتطرق للموضوع، بس يعني الموضوع فايحه ريحته لانه الاهتمام كان مبالغ فيه شوي. بس نحكي الصراحه انا في دائما شغلتين بزعل فيهن على الزعيم جدا. اول شيء انه هو اولاده الاثنين ماتوا، وولد مات شهيد، وولد الثاني صالح الوريث الشرعي لزعامه حاره الضبع مات بالارجنتين. وهو ليش راح يحترف بالارجنتين ببوكا جونيورز معلش بيعرف لليوم، يعني ما احناش عارفين شو السبب اللي راح فيه على الارجنتين تحديدا، بس في اشاعات بتحكي انه لليوم في شوارع بيونس ايرس ما زال نسل الزعيم ابو صالح موجود. يعني لا تستغرب انه جيل مارادونا بال 86 اللي جاب كاس العالم يكون من نسل الزعيم ابو صالح، او جيل ميسي ب 2022 بقطر. والشغله الثانيه اللي بزعل فيها على الزعيم هي قيمته بعد ما مات. يعني شوف الزعيم هو البني ادم الوحيد او الفائده الوحيده اللي كان هو عاملها بالجزء الاول، انه هو كان ضاد فريال شوي، انا بعترف لك فيها انه هو الوحيد اللي كان يمون على فريال. هي اي نعم كانت تلعب من ورا ظهره حبتين بس لانه هي فريال، بس ما علينا من الموضوع. بس ليش انا بزعل عليه كثير؟ لانه هو بعد ما مات ما عاد حدا عمل له قيمه ابدا، يعني ما عاد حدا عمل له قيمه انه هو كان الزعيم ابو صالح، انه حدا يحكي والله معلش يا جماعه خلينا نتحمل فريال شوي لانه هي كانت بنت اخوه للزعيم. ابو شابلي على اساس الزعيم مربيه حرم فريال من الاكل، طب يا بالحلال ما هو على اساس الزعيم مربيك، على اساس الزعيم هو اللي معلمك ومعلمك ما تحلف الا بالله العلي العظيم، طب ما تعمل قيمه شوي لروحه؟ تنسى كانك لم تكن. يا ريت اعطيني رايك، هل انت فعلا اقتنعت انه الزعيم واهمك انه هو بني ادم مهم، ولا هو بني ادم مهم عن حقه حقيقي؟ مهتم جدا انه اسمع رايك بالتعليقات بهالحلقه تحديدا. اقترح لي مين بدك نحلل بالحلقات الجايه. سلام.